ننطلق مع أول فقرة في عدد اليوم، والتي تتعلق بالخريطة الوهمية وقرار الطاس الذي أخيرا تمكنت أو أنصفت الطاس الجزائر، وهذا ما يجعل الصفعة قوية وقوية جدا من ناحية الدبلوماسية. الجزائر تتفوق على المغرب وبالضربة القاضية في قضية الطاس. هل سيكون انتصار الدبلوماسية الرياضية في قضية القميص الوهمي بداية لعودة الجزائر القوية إفريقيا، علما أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزير الرياضة سيكون في شهر مارس ضمن المكتب التنفيذي للكاف؟ أخيرا مثل ما توقعناه ومثل ما كشفنا عنه في إحدى الأعداد الماضية في شهر جانفي، قلنا بأنه القرار سيصدر في شهر فبراير. هناك من كذبنا، ولكننا لسنا هنا للرد على أحد. القرار فعلا صدر في شهر فبراير، وكان زميلنا معاذ النمرودي أول من وضع المعلومة على صفحته الرسمية. قبل معاذ النمرودي، سامي العماري، ماذا يمكن أن نقول حول هذا القرار وهذا الانتصار الكبير الذي رغم تقليل البعض منه إلا أنه انتصار للدبلوماسية الرياضية الجزائرية وانتصار أيضا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟ أولا رضوان يجدر التذكير باللي صافي يوناني في هذا البلاطو سندنا القرار، والجزائر الطرف الجزائري اللي امتنع باش يلعب هذه المباراة، وليس لغرض تسييس المشكل هذا، ولكن هذاك الوقت كنا باللي هناك ريغلومون تاع لا فيفا اللي تعفس، وجبنا لي زارتيك تاع لا فيفا اللي جبنا لي زارتيك تاع لا فيفا وتاع لا كاف راح نشوفوهم بعد قليل، اللي منعوا باللي باش دير ان سيمبول بوليتيكس سور لو مايو اليوم. وهذاك الوقت كان بعض الاطراف اتهمتنا بتسييس المشكل. الوغ المشكل راهو في الريسبي دو ريغلومون تاع لا كاف. ولا المشكل كان رياضي اكثر، لانه احنا تكلمنا من الناحيه الرياضيه انه ما لازمش نسيسوا الرياضه. البعض قال لك لا، انتم راكم تسيسوا في القضيه. والان الطاس تاع لوزان انصف الطرف الجزائري واعطى له الحق، وهذا كان منتظر، لان ماشي منتظر بالضروره. البعض شكك باش نكونوا صراحه سامير. المنطق نعم، لانه المنطق لو صدر القرار منذ مده، لكن الكاف عفست على القوانين باش نكونوا صراحه. الكاف اللي عفست، نعم. كي نهضروا على المنطق من المفروض الكاف ايضا طبق المنطق، لكن الكاف ما طبقتش المنطق. ورغم انه القوانين واضحه، اعطيني الكاف ماذا الماده تاعها واش تقول بانه الشعارات السياسيه لا يجب ان تكون على مستوى، لو تكبرها لي شويه باش الناس تقراها، هذه في لا كونفيدراسيون الجيريان دو فوتبول. لا نعم، أعطيني الكاف نعم. ريغلومون تاع لا كاف واش يقول؟ Avant les matchs de groupe, la publicité sur les équipements des joueurs est autorisée à condition d'être en conformité avec la législation du pays organisateur, être en conformité avec les règlements de l'équipement de la CAF. واضحة. L'équipe visiteuse devra obligatoirement se déplacer avec 2 jeux de maillot. ولكن هنا تقول بأنه la publicité sur les équipements des joueurs est autorisée à condition d'être en conformité avec la législation du pays organisateur. يعني الفريق الذي أعطينا باقي البيانات التي تثبت وتظهر ما قلناه. لا، هذا الكوميونيكاسيون تاع هذه الطاس واش كانت تقول. أعطيني البيان أيضا نتاع الفيفا اللي يمنع هاملك لي ستاتيو اللي تقول بأنه يجب أن كل فوالا يعني أنه الققمصة لا يجب أن تكون فيه aucune manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale, ni aucun affichage ne sont autorisés dans les enceintes des compétitions de la CAF. يعني ممنوع منعا باتا وضع أي أمور سياسية. زيد أعطيني تاع الفيفا اللي راهو باللغة الإنجليزية الذي يظهر أيضا بأنه الأمور كانت واضحة. سمير، إذا هذه النصوص التي توضح ان إليمون ديكوراتيف نو دوا با، هبط لي لتحت في لي زيكيبمون واش يكونوا باش تكون الامور واضحه، يعني باش نقولوا بانه من الناحيه القانونيه كل شيء واضح. لكن البعض ربما représenter le visage ou l'identité d'une personne, la forme d'un pays ou d'un territoire ou en donner l'impression. يعني حتى الاشاره الى اي خريطه فهذا ممنوع في اي قميص. زيد لي القصاصه الثانيه او الماده المواليه، لوا إيكيبمون دي جوار، يعني كل شيء واضح حسب القوانين. والكاف ربما داست على القانون بطريقة غير طبيعية. سلوغان، ديكلاراسيون، إيماج إي بيبليسيتي. وروح لي للمادة الأخيرة. ليكيبمون دو بريزونتي aucun slogan, inscription ou image à caractère politique، يعني كل شيء متعلق بالسياسة، religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhibiter de slogans, messages ou images à caractère politique, religieux et personnel. يعني سياسي، ديني أو شخصي.
او بوبليسيتير سور لور سو فيتمون. حتى لي سو فيتمون يعني حتى القميص اللي يكون تحت القميص الرسمي ممنوع انك توضع فيه اي لوغو. لكن هذا بار لا فيدراسيون ناسيونال و بار لا فيفا لورغانيزاتور في هذه القضيه. اخر شيء ربما اللي راح نشاهدوه هنا اللي يتحدث على لي زيليمون سويفون. لو نيميرو ها واش يكون اوتوريزي، لو نيميرو دو جوار، لو لوغو دو كلوب، لي سلوغان امبليم فيزون لا بروموسيون دو فوتبول، du respect, de l'intégrité, ainsi que toute publicité autorisée par le règlement de la compétition. Les détails essentiels d'un match, les slogans, déclarations ou images autorisées doivent, dans la mesure du possible, être limités à l'avant du maillot et à un brassard. Dans certains cas, le slogan, la déclaration ou l'image peut n'apparaître que sur le brassard du capitaine. الأمور على ما أعتقد واضحة سمير. واضحة، والقانون يمنع أي تلميح سياسي في المايوتان كلوب، وهذه هي القانون التي هضرنا عليها في وقتها صافي بلو دون صافي أكثر من عام. وهذا هو القانون اللي يخدموا عليه الطاس لوزان. تقول الكاف عفست القانون. الكاف كانت مستعمله بارابور الطرف المغربي، هو الذي كان يهيمن في الكاف كانت على بالها، حتى لا كوميسيون دي كومبيتيسيون تاع لا كاف على بالها بهذه القوانين، ولكن الناس ان مومون بلاك يزون بونسي باللي حتى واحد ما يقدر يحبسهم. يستروف هناك طرف جزائري الذي رفض ان تسيس جوستومون هذه القضيه، وراح الطاس، واليوم الحمد لله ظهر الحق. معاد نمرودي، كنت أول من كشف عن هذا الموضوع في صفحتك الرسمية، وكشفت أن اتحاد العاصمة فاز بالقضية قبل حتى البيان الأول لاتحاد العاصمة اللي كان فيه 3 بيانات لفريق إدارة اتحاد العاصمة. هل المعلومة كانت مؤكدة وكنت تعلم بأن الجزائر صفعت الطرف المغربي في هذه القضية؟ كيف تعلق على هذا القرار؟ بطبيعة الحال رضوان، لما تكون خاصة المعلومة تكون في صالح الجزائر وفي صالح الأندية الجزائرية، هذه خبر مفرح بكل تأكيد للجميع. بطبيعة الحال كنت متأكد أنه المعلومة صحيحة، وإلا لم تكن لتنشر هذه المعلومة، لأنه من البداية مثل ما تكلم سمير قبل قليل رضوان، احنا نعلم انه القوانين لو طبقت وتطبق القوانين بحذافيرها فإن القضية واضحة، والجزائر سوف تصل حتى الى هذا اكيد، والجزائر هي التي ستكسب هذه القضية. نعلم انه الكاف هي العلامة او هي العنصر الذي لم يقم بدوره كما يجب، بل تخندق مع نهضة بركان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حتى نقولها بكل صراحة. اصطف في جهة نهضة بركان ضد الاتحاد الجزائري وضد كذلك اتحاد العاصمة. لكن اليوم على طاولة الطاس اليوم ردت صعصعين نقولوا بكل صراحة للاتحاد الافريقي، لانه الغت قرار الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو في لوائحه وفي قانون الالبسه للاتحاد الافريقي، لانه هو لم يحترم قوانينه اصلا. الاتحاد الافريقي قوانين الالبسه نعلمها على مستوى الاتحاد الافريقي، تمنع كذلك هذه الشعارات السياسيه التي تكون على القمصان، ولكنها في البدايه وافقت على ذلك. نعلم انه المشرع اللي هو الانترناسيونال بورد كما تكلمنا في الحصه السابقه تستمد منه الاتحاد الافريقي قوانينه، يستمد منه الفيفا قوانينه. لذلك تلك القوانين اليوم المشرع خذوا منها، ولكن تلك القوانين لم تحترم. اليوم كان من الواجب ومن الضروري ان ينصف الطرف الجزائري في هذه القضيه، لانه ما كان لتمر القضيه مرور الكرام لو كان قرار اخر، لاننا كنا ننتظر انه يكون القرار في صالح الطرف الجزائري. والعمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسيه الرياضيه الجزائريه والاتحاد الجزائري اليوم أتى بثماره، وشفنا القرار كيف كان في صالح